عندنا النهارده هناخد بوابة التوافق، وهي الأند جيت. بيطلق عليها حاجة اسمها الكومتابيليتي. الكومتابيليتي، تمام. خلي بالنا، بيطلق عليها حاجة اسمها ايه؟ الكومتابيليتي. ايه بوابة التوافق؟ بوابة الضرب. أنا بضرب هنا، بعمل ايه؟ بضرب. تمام يا شباب. طيب احنا أخدنا المرة اللي فاتت سؤال، قلت لو واحد أود. لو واحد أود ده ايه اللي هيحصل؟ لو واحد أود ده هو عدد فردي، فأنا دايما هيبقى عندي واحد، فواحد زائد صفر بواحد، فدايما الناتج هيكون عندي واحد في بوابة الأول. ده إجابة السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت، اللي يجيبها هيكون عندي ايه؟ واحد. طيب تخيل بقى عندنا بوابة الأند النهاردة، محتاجين نعرف 3 حاجات عنها شبه ما قلنا: الديجرام، الرسمة، ومحتاجين نعرف السيركت بتاعتها، ومحتاجين نعرف الفيريفيكيشن، جدول التحقق بتاعها. تمام. هنيجي على اول حاجه خالص عندنا، وهي الديجرام. بتيجي ازاي؟ بتيجي على حرف الدي، بيبقى ليها كام انبوت؟ ليها 2 انبوت واوتبوت ايه؟ واحد. الاتنين انبوت اللي عندنا هنسميهم اي اي واي بي، واوتبوت اللي عندنا اهو. تمام. وهي يبقى عند بوابه الاند. حلو. طيب ايه اللي بيحصل في بوابه الاند؟ بوابه الاند بتضرب، فانا عايز اشوف عدد المدخلات اللي عندي. فانا عندي كام مدخل؟ عندي 2، فهقول 2 اس ان اللي هي هتساوي 2 أس 2 اللي هي هتساوي 4. هبدأ التراست بتاعها ازاي؟ بالشكل اللي احنا متعودين عليه. هاجي أعمل جدول. الجدول عندي أهو. الجدول ده هيكون جواه المسميات. هعمل أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4. عندي أول حاجة الاسم أهو، وعندي الأوتبوت. طيب عندي أي إيه، أدي أي بي، وعندي الأوتبوت. هاجي أعمل بعد كده، أنا عندي 4 حالات، هقسم الأربعة دي هخليهم 2، يبقى واحدين صفرين، عشان أجيب كل الحالات الممكنة اللي عندي. 1 0 1 0. أنا بضرب الواحد في واحد بواحد، الواحد في صفر بصفر، واحد في صفر، صفر في واحد بصفر، صفر في صفر بصفر. دي عكس بوابة الأور. لما يكون الداخلين بواحد هيديني واحد. التانية لما يكون الداخلين كانوا بواحد كان بيدينا ايه في الأور؟ كنت بجمع بيدينا واحد برضه، بس كان دايما الحالات التانية كلها بصفر. تمام. هنا في بوابة الايه؟ الاند. الناحية التانية في الاور كان كل الحالات بواحد ما عدا حالة واحدة لما يكون الاتنين بصفر بصفر. طيب انا برضه مش فاهم يا باشمهندس، ايه اللي انت كاتبه ده؟ فهمني والنبي، انا مش فاهم. هقول لك واحدة واحدة وركز معايا. لو جينا انا عملت السيركل بتاعت البوابة دي، تخيل معايا ان انا عندي باتري. تمام. عندي ايه؟ باتري. الباتري اهي، عندي فيها، حطيت هنا فيها ايه؟ مفتاحين، وحطيت هنا لمبة زي ما احنا متعودين، وجيت قفلت الباتري، وحطيت هنا المقاومة بتاعتها عشان البتاع متحرقش، عشان احنا عندنا طلبة اسمها رناء معانا في اي تريب ايه بتحرق كل المقاومات. طيب ايه اللي الحل هنا؟ انا عندي مفتاحين، فانا بقول له هنا لما يكون عندي واحد وواحد، المفتاحين دولت مقفولين، انا قفلت المفتاحين دولت، فالتيار هيطلع كده من الباتري، هيمشي هيقيد الايه؟ المصباح، فهيبقى بواحد. طيب لو انا قفلت المفتاح الاولاني وفتحت المفتاح التاني، خليت ده بواحد وده بصفر، ايه اللي هيحصل للمبة؟ التيار مش هيعدي في سلك مقطوع، فالتيار مش هيمشي، هيبقى الناتج صفر. طب لو عكسنا يبقى ده بصفر وده بواحد، هيها برضه التيار مش هيكمل ويمشي. طب لو اتنين مفتوحين، التيار برضه مش هيمشي، ما السلكين مفتوحين، التيار هيطلع مش هيمشي. ففي الحالة ديت التيار مش هيمشي وينور اللمبة إلا في حالة واحدة، لما يكون الداخلين بتوع البوابة دي بإيه؟ بواحد. طيب احنا كده أخدنا الدياجرام، وأخدنا السيركت اللي هي الدايرة الكهربية، واخدنا جدول التحقق. أسئلة على البوابة دي بتيجي هنا، اللعب هنا. بيقول لك لو أنا عندي في البوابة دي بتيجي في الاختياري اف. السؤال ده بقى هستنى منكم في الإجابات. اف لو أنا عندي صفر صفر ايفن، الناتج عندي هيكون صفر ولا واحد؟ والإجابة التانية برضو لو اف، لو عندي واحد هيكون اود في بوابة الأند، ايه الناتج اللي هيكون طالع اللي عندي؟ تمام. هستنى منكم اجابه الحته دي. في حته بس احنا ما قلناهاش، ازاي اكتب البوابه ديت في الامتحان. دي ليها 3 اشكال. ال3 اشكال اللي عندنا عايزك تبقى عارفهم. ممكن تيجي اي اي في اي بي بالشكل ده، وممكن تيجي اي اي حرف 8 في الاي بي، وممكن تيجي اي اي
علامة الضرب في اي بي، وممكن تيجي برضو اي اي في علامة كده في اي بي. دي الاربع اشكال اللي هي بتيجي بيهم، يعني مفيش اشكال تانية بتيجي بيهم غير الاشكال دي. ماشي. هستناكم ان شاء الله في الحلقة الجاية، وان شاء الله ناخد المرة الجاية مواد جديدة.